انا ما افتجعش. انا لما كنت اختضي من البرد دخلت تحت الكمل مو بينه. سال يا اخي ضرغام، كلنا امس وقعت لنا نقزه سعمني وبعدها بني ادم هو ضعيف. اي والله هو بني ادم وضعيف. ذا الحين ها هذه لك وهذه له وهذه لك. ستين سؤال، قل لي وين كنت امس؟ كنت بالبيت. كنت بالبيت. ايش تفعل في البيت؟ واعمل راقد. راقد. وليش روعت اهل القريه وكسرت نوافذ بيوتهم وانت عارف ان هذا عمل ارهابي يعاقب عليه القانون اشد العقوبات؟ فاعترف احسن لك وقل لي من هم بقيه افراد العصابه اللي كانوا معك؟ يا مدير والله لم لا خليه ولا معي عصابه، وبعدها على مش اروعهم وعلى مش افقعهم. اسالك بالله مو بيني وبينهم. لانهم طالبوك بالتبرع اللي قدمه فاعل الخير. والله يا مدير ما سرقوا حتى ريال، واننا قدمكم من جيبي، وانهم بعتوا حتى الذهب حق مرتي. في لجنه جاءت وكشفت كل شيء. اني اللجنه ذي الدنيا واجهوني بفاعل الخير، وبعدها لا طلع عندي جن اعدمكوني. ليش ما في الا بيتك اللي متكسر زجاجه من بين زجاجات اهل القريه كامل؟ وانا مدريني يا مدير. انا ما دروك بالموضوع هذا الا الصبح. لا اكيد انت الفاعل، لأجل تروع وترهب اصحاب القريه على اساس ما يطالبوش بالحقوق اللي عندك. يا مدير على مشربهم، انا انسان مسكين حدي حد نفسي، مو بيني وبينهم علشان ارهبهم. وايش اللي يثبت لنا انك بريء؟ اسالوا سميحه. من سميحه؟ سميحه مرتين. وين سميحه؟ انا خرجت من البيت وهي جالسه تهز الدبيه على سب نجمع اللبن ونوزعه لها للقريه. عسكري. حاضر فندم. روح جيب سميحه من البيت. والدبيه جاء معانا. خرج جا دبيه. حاضر فندم. بس الليش تعرفه ليش تلقى عبود بس اللي ما انكسرش. كلامك صح يا استاذ. اكيد يا جماعه ان بالموضوع ايش قصدك؟ يعني دي شي تقول نعبوت هو اللي كسر دقن بيوتنا؟ والله شوف يا استاذ، ما دام ان مدير المديريه استدعوه ووجه له اصبع الاتهام فاكيد انه له يد. يا جماعه هذا شيء ولا بالخيال؟ يعني عبود يتحول الى مجرم بالعشيه وضحاها؟ في علم الاجرام يا جماعه يقولوا انه في مجرمين بالعاطفه، وهم عاده ما يكونوا مجرمين بالصدفه، يرتكبوا جرائمهم وهم في حاله من الهيجان الداخلي والخارجي والغضب ونقص السيطره على انفسهم. واظن هذا الشيء اللي وقع فيه عبود بعد الفضيحه حقه حق امس، ما قدرش يمسك اعصابه فقام بتفريغ الانفعالات الداخليه اللي بداخله بتكسير الزجاجات والطيقان حق البيوت حقنا. اوف جعل لك حشف يا سميحه. ابصركم حتى سميحه زوجته مشاركه معه بالجريمه. قال لي اقول لكم تحت المدني 1000 جني. اعتقد يا جماعه ان عبود وسميحه يستخدموا معنا سياسه القوى الناعمه. مو القوة الناعمة يا عاقل. قال لكم مو القوى الناعمه يا عاقل، ما انتش داري مو هي؟ لا ما اناش داري. ما تسمعش نشرة الاخبار. امس كنت راقد. كون تسمع. حاضر يا عاقل. الله يحفظك يا عاقل، مش وقت القوى الناعمه ولا نشرة الاخبار، خلونا نشوف ايش بتكون نتيجه التحقيقات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالكم؟ الحمد لله. حلا ايش وصلتوا؟ منتظرين للنتيجه حق التحقيقات. التحقيقات؟ هذا ولا طيقان منازل والبيوت حقكم بس. قولوا لنا المسكين اللي افرم حق السياره الشمال اكتسار وصلحته بمبلغ وقدره. ما لكم تظهروا لك يا جماعه؟ اقسم لكم بالله ما عملتوا حاجه، والله ما عملتوا شيء. حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني ما كفكش الذين هبطوا لا بطنك تزيد ترعبنا في بيوتنا يا ظالم. هو يفكر انه يخوفنا.